السلام عليكم واهلا بكم في قناة امودو. فريق يسعى باش يجمع كل من حكيم زياش والكعبي في فريق واحد. شكون هذا الفريق اللي بغى ينتدب الكعبي باش يجمعوا مع زياش فريق واحد؟ فدخل فريق غالاتا سراي التركي لكرة القدم اللي كيلعب معاه حكيم زياش معارا من تشيلسي، هو الاخر على التعاقد مع ايوب الكعبي، وبغاو يتعاقدوا مع النجم المغربي ايوب الكعبي، النجم ديال اولمبياكوس اليوناني اللي كيبصم على واحد المسار متألق ولافت. فحسب التقارير الإعلامية التركية فالفريق اللي كيلعب فيه النجم المغربي حكيم زياش غالاتا سراي كيسعى باش يتعاقد مع المهاجم ديال الأسود أيوب الكعبي انطلاقا من الميركاتو ديال الصيف الجاي. وكيقدم الكعبي مستوى خرافي مع اولمبياكوس حيث كيعتبروه الهداف الاول، وقاد بنو الراسينغ الرياضي البيضاوي الفريق ديالو اليوناني اولمبياكوس للنهائي ديال دوري المؤتمر الاوروبي، حيث قهر استون فيلا ب5 أهداف ما بين الذهاب والاياب. يعني الكعبي كيدير واحد الماتشات واعرين مع اولمبياكوس اليوناني. واشارت التقارير اخرى بان الاداره ديال نادي الشباب السعودي حتى هي اقتربت انها توصل لاتفاق مع النجم المغربي ايوب كعبي للحصول على الخدمات ديالو خلال الميركاتو الصيفي المقبل في صفقة انتقال حر، لأن الكونترا ديال العقد ديال أيوب كعبي غينتهي مع ما تم هذا الموسم الكروي مع الفريق ديال أولمبياكوس. وكانت الإدارة ديال الشباب السعودي باغيين ينتدبوا بقوة أيوب الكعبي لأنه كيقدم مستويات تقنية كبيرة وبغاو يستافدوا من الخدمات ديالو. وذكرت واحد التقارير إعلامية أن المهاجم ديال أسود أطلس الكعبي كذلك على رأس قائمة اللاعبين اللي بغاو يستهدفهم كذلك إبسويتش في الطاون الانجليزي اللي صعد حديثا للبريم ليج في الدوري الانجليزي. فهم حتى هذا الفريق الانجليزي باغي يتعاقد مع ايوب الكعبي باش يستافد منه، خصوصا انه حقق الصعود الى دور البريم ليج. وكشف عبر حسابه على منصة اكس الاعلامي الرياضي علي القحطاني ان النادي الشباب اتفق، قال هادشي الكلام ديال هاد الصحفي الرياضي علي القحطاني اللي قال ان الشباب السعودي اتفق مع المهاجم المغربي ايوب الكعبي على تمثيل الفريق ابتداء من الموسم المقبل. هذا تصريح ديال هذا الصحفي. وقال ان الراتب السنوي للاعب ايوب الكعبي مع نادي الشباب السعودي سيكون 6 ملايين دولار، يعني القرمومه وكما يقولوا اموال تترعرع. وخاض ايوب الكعبي 47 مباراه في هذا الموسم مع الفريق ديال اولمبياكوس، سجل خلال 32 هدف وعطى 2 ديال لي زاسيست. وكيتصدر الكعبي ترتيب افضل الهدافين في دوري المؤتمر الاوروبي برصيد ديال 10 اهداف من بين 8 مباريات لعبها. وكمعلومه فاولمبياكوس اليوناني غيواجه فريق فيورنتينا الايطالي في نهائي البطوله الاوروبيه يوم الاربعاء 19 ماي القادم بحول الله.